أنا رجل من غمار الموالي، فقير الأرومة والمنبت، فلا حسب ينتمي للسماء ولا رفعتني لها فروقي. تعشقت حتى عشقت، تخيلت حتى رأيت حبيبي فأتحفني بكمال الجمال جمال الكمال، فأتحفته بكمال المحبة وأفنيت نفسي فيه. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد مجدي معاكم قعدة عرب الرحلة القصيرة في الطريق الطويل. النهاردة معايا، أنا مش هعرف الأستاذ، أنا هسيبه هو يتكلم، بس أنا عايز أقول إن أنا قابلت الأستاذ من فترة قصيرة، انبهرت من الأداء الفني العالي الراقي جدا. أنا يعني ما بعتبرش نفسي من أبناء المسرح ومش هقول من اهتماماتي قوي، لكن لما اتفرجت حسيت إن أنا عايز أتعلم مسرح، عايز أدي على المسرح، عايز يبقى عندي الملكة دي ان انا اقف على المسرح واطلع كل مشاعري. الاستاذ كان بيأدي مشهد من مونولوج معين كده، وانا يعني سبحان الله دموعي بقى هتنزل، بس انا مسكت نفسي طبعا عشان قدامه، ما بحبش انهار قدام حد. اهلا بيك يا استاذ. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. نورتني والله، نورتني. أنت اللي منور الفيوم ومنور الدنيا يا حبيبي. ربنا يسعدك وتشرفت بيك. وكتر خيرك إن أنت تيجي من القاهرة لحد الفيوم علشان تسجل حلقة. لا حضرتك انت حد المفروض نسافر لك في اي مكان بجد. حضرتك قامة فنية كبيرة وانسان محترم وذوق، واستقبلتنا في مكانك، وبجد اديتني دروس في الفترة القصيرة اللي قعدت فيها معاك، اديتني دروس فنية كبيرة جدا. كتير عليا. لا بتكلم بجد والله، وده السبب الاكبر اللي خلاني ان انا يعني مش انا لوحدي اللي اتعلم الدرس ده، ويمكن ده اصلا من اول اهداف البودكاست. لما قابلت حضرتك قلت لك ان انا بتعلم وبحاول اعلم ناس تانية معايا، وانا اتعلمت منك في اليوم اللي قعدت فيه مع حضرتك، اتعلمت منك كتير عن الفن، فحابب ان انت تشاركنا التجربة دي. ربنا يخليك ربنا يخليك، ما تقولش كده. ما دي الحقيقة، مش هطبل لنفسي يعني. عرفت حضرتك متأخر، ويمكن في جيل كامل او ناس في سني او اصغر مني ما يعرفوش حضرتك، فانا حابب ان انت اول حاجه تعرفنا عن حضرتك فنيا، اعمالك، بداياتك، وبعد كده ندخل بقى في الاسئله اللي انا مجهزها لك، مدكن شويه حاجات حلوه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أنا محمود عبد المعطي. بدأت رحلتي الفنية كان أخويا الشاعر الكبير رحمة الله عليه محمد عبد المعطي. حبيت الشعر وانضميت لنادي أدب الفيوم، لأن هو كان رئيس نادي الأدب كمان، وأنا كنت بعشقه، رغم إن احنا 12 أخ، إنما 12 أخ وأخت، يعني احنا 10 رجالة و2 بنات. إنما أنا ومحمد بالذات كنا قريبين من بعض قوي. كنت بحبه، لذلك أنا بعد 10 سنين من موته تقريبا، وأنا بكتب له قصيدة، فقلت له فيها أنا اتوضيت عشان شفتك بتتوضى، وراك صليت ما كنت أعرف لمين الركعة والسجدة. محمد كان بالنسبة لي كل حاجة من صغري، كان بيمسك إيدي يعلمني أكتب إزاي. كان بياخدني من إيدي وأنا في فترة ابتدائي وأنا لسه طفل صغير، كان يوديني المدرسة ويجيبني، كان في اهتمام، حسيت بحنيته فارتبطت بيه. يمكن أكتر حد من إخواتي ارتبطت بيهم كان محمد. حبيت الشعر علشانه، وقلت له في نفس القصيدة وأنا من عشق فيك أقسم بقيت شاعر. بدأت حياتي من وأنا صغير في نادي أدب الفيوم برفقة أخويا محمد عبد المعطي، إلى أني كنت في مرحلة الثانوية. وفي مرحلة الثانوية اتعرفت على المسرح المدرسي، فانضميت للمسرح المدرسي فعلا، وقدمت في مسابقة الإلقاء، فخدت أول محافظة. فبدأت أكتشف حاجات جوايا تانية كتير، إن في فنون أداء موجودة، وفي ناس مهتمة وبيقولوا لي الله وده جميل. شافني رحمة الله عليه أستاذنا القدير أحمد جنيدي، ده أستاذ ممثلين الفيوم ومؤسس فرقة الفيوم القومية للفنون المسرحية بأثر ثقافة الفيوم. دربني على الشغل اللي احنا هنطلع بيه نصفي على مستوى الجمهورية من داخل التربية والتعليم، فيشاء القدير العليم اني اخد جائزة ممثل اول جمهورية وانا في مرحلة الثانوية.
من بعدها خدني الأستاذ أحمد جنيدي، انتقلت لقصر ثقافة الفيوم، ومن هنا بدأت رحلتي مع قصر ثقافة الفيوم. رحلة طويلة طبعا تمتد دلوقتي لأكتر من 35-40 سنة تقريبا، يعني من نادي الأدب لنادي المسرح لفرقة الفيوم القومية اللي تصدرت لبطولتها من وأنا لسه عندي 22 سنة. كنت بطل فرقة الفيوم القومية، وخدت رحلة طويلة جدا مع الفرقة، وحصلت على جوائز كشاعر وجوائز جوائز دي على مستوى الجمهورية، مش في التصفيات النهائية في مهرجانات الهيئة العامة لأصول الثقافة. عايز أتكلم عن الهيئة العامة لأصول الثقافة وأقول إن مشروع من أرقى المشاريع اللي المفروض تهتم بيها الدولة وتهتم بيها الحكومة. الهيئة العامة لأصول الثقافة لها في كل بيت طوبة زي ما بيقولوا، يعني في كل محافظة تلاقي قصر ثقافة الفيوم، قصر ثقافة الشرقية، قصر ثقافة اسكندرية، قصر ثقافة المنوفية. في كل محافظة في قصور ثقافة. قصور الثقافة دي مهمتها إنها تهتم بالفنانين وبالمبدعين اللي هم ما عندهمش استعداد يطوروا من مواهبهم في السفر الشاق من محافظتهم للقاهرة علشان ينضموا لفرق مسرحية أو لفرق موسيقى عربية أو لفرق موسيقى طفل أو إلى آخره. طيب يا استاذ، انا مش عايز اقاطع حضرتك، لكن انا سمعت ان حضرتك اخدت جوائز على مستوى الجمهوريه وجوائز عربيه ليها علاقه بالمسرح. أنا خدت عدة مرات جائزة ممثل أول في مهرجان الهيئة العامة لأصول الثقافة، المهرجان المسرحي. في عدة دورات كنت باخد ممثل أول. خدت جوائز أشعار برضو في نفس المهرجان ده. أنا بقالي بقول لك حوالي 35 سنة شغال في الثقافة. خدت عدة مرات جائزة شاعر أول. الأول كان اسمها كانت مصنفة الفرق القومية وفرق بيوت الثقافة اللي هي خاصة بالمراكز. يعني مثلا محافظة الفيوم في مركز طمية، مركز سنورس، مركز بشواي. المركز بيبقى ليه بيت ثقافة، المحافظة ليها قصر ثقافة. ودي من الحاجات الجميلة اللي المفروض يبقى فيه وعي من الدولة بيها، ان احنا عندنا مكان، هيئة موجودة في جمهورية مصر العربية تهتم بفنون وثقافة الأقاليم في شتى ربوع الجمهورية، بتوصل للعزب، بتوصل لبيوت الفلاحين. الثقافة كده، الثقافة كده. ودي رسالة، يعني اللي بيشتغل في الثقافة الجماهيرية بيقدم رسالة الثقافة الجماهيرية ممكن نتكلم فيها في حالتين أنا بحترمهم جدا. الرسالة الأولى ان انا بطلع مبدع من الارياف، يعني باخد من الريف ممكن يبقى ولد صوته حلو اضمه لفرقة الموسيقى العربية، يبقى ولد عنده موهبة التمثيل، ولد عنده موهبة الرسم، الفن التشكيلي. هي دي مهمة الثقافة الجماهيرية. فتخيل لما يكون عندك، اعتقد بقى لو جماعة السياسيين استغلوا الهيئة دي في الانتخابات ممكن تجيب رئيس جمهورية الهيئة دي على فكرة. بس للأسف تدار. كيف الاهتمام بمثقف الأقاليم وفنان الأقاليم؟ ازاي اهتم بيه؟ يعني رغم ان اخر جوائزي في الثقافة الجماهيرية ممثل اول على مستوى وزارة الثقافة، ولما دخلنا منافسة في الدورة ال 12 للمهرجان القومي للمسرح، دورة الفنان كرم مطاوع، انا خدت جايزة لجنة التحكيم الخاصة في فن اداء الممثل. دي عاملة كده زي جايزة الاوسكار على فكرة. يعني المهرجان القومي للمسرح ده هو اكبر مهرجان فني مسرحي على مستوى الوطن العربي والشرق الاوسط، ويمكن بيصدر ثقافات للدول العربية كتير المهرجان ده، وتم نقل خبراته لبعض للإخوة في الدول العربية، وبدأوا يستثمروا حالة النجاحات دي. فتخيل لما تبقى واخد أوسكار ومحدش يعرف عنك حاجة. ده سبب من الأسباب اللي خلاني عايز أتكلم عن ده. أنا قابلت ناس صحابي يعني فنانين مسرح شطار، يعني انا لما باجي قدام انا على المسرح ما اقدرش اقول اقارن نفسي بيهم دلوقتي، موهوبين جدا، لكن هم برضو شايفين ان هم
مش هقول مدفونين في المسرح، لكن شايفين ان صعودهم مش سهل، ان هو هياخد وقت. فانا حضرتك مع احترامي الكامل، فانا حضرتك مثال حي على ده. 35 سنه في مجالس اصول الثقافه والمسرح، ومحقق اكتر من 22 جايزه تقريبا، يعني ما بين الاشعار وما بين التمثيل وما بين التاليف، لاني اخر جوائزي في التاليف، انا مؤلف مسرح، اخر جوائزي في التاليف كانت في المهرجان الدولي لمسرحيين الجنوب. مؤسسة سين الثقافية كانت عاملة مهرجان دولي، وقدمت في مسابقة التأليف المسرحي، وخدت مركز أول وطن عربي. ما علينا من كل ده، أنا عايز أتكلم في حاجة تانية مهمة جدا، ورسالة يا رب بس صوتي يوصل لأخونا وصديقنا وأستاذنا الفنان أشرف زكي. لما لا تعترف يا أستاذ بفنانين وزارة الثقافة؟ لما أخدت جايزة المهرجان القومي للمسرح، أنا واخدها ومعايا نجوم كبار، طبعا ما بقولش إن في أفضلية ولا حاجة، إنما على الأقل في كفة بتوزن، يعني معنى كده إن أنا فنان أستحق. ليه مش من حقي آخد عضوية نقابة الممثلين؟ رغم على فكرة إن أنا ليا أعمال تلفزيونية، مفيش مشكلة خالص، أنا ليه عندي أعمال تلفزيونية بس ما عملتش تصاريح، بس الأعمال نفسها موجودة وممكن يبقى ليها صور وليها مستندات. ليه ما يبقاش في اتفاق ما بين وزارة الثقافة إنها تاخد من أقاليم مصر وتصدر التجربة الشيقة والجميلة اللي بتنفذها في قرى وأرياف مصر، وتطلع المواهب دي وتصدر، ونقابة الممثلين، نقابة المهن التمثيلية تعترف بيهم. الموسيقي، ما نقابة المهن الموسيقية بتعترف أي حد بيطلع يغني مش لازم يبقى خريج، مش لازم، المهم هو موهوب ولا لأ. هي المسألة أصلها مش شهادة. كام واحد بيتخرج من معهد الفنون المسرحية كل سنة، وكام واحد بيستمر؟ وحضرتك عارف وكلنا عارفين إن معهد الفنون المسرحية بالواسطة بس. مفيش، حتى مفيش في الاختبارات بتاعتهم مفيش فرصة إن أنت، لأنه برضو لجنة التحكيم الله يكون في عونهم، ممكن يبقى في اليوم الواحد بيحكموا ما بين 300 400 ولد جايين خريج ثانوي او خريج جامعه وجاي بيقدم المشهدين. هيقدروا يقيموا لو كل واحد خد دقيقه في ال 300 دقيقه هيقعد قد ايه يسمع؟ لو دقيقه واحده، طب وهي دقيقه كفايه للاختبار؟ طيب اللي ما دخلش معهد، لا معهد سينما ولا معهد فنون مسرحيه، وموهوب فعلا وتعترف به الدولة انه موهوب وياخد شهاداته انه موهوب من وزارة الثقافة. وزارة الثقافة هي وزارة اعتقد ان الدولة طالما عملت لها وزارة يبقى كيان مهم جدا في الدولة، مش كيان مهم بس، ده امن قومي. ثقافة الاقاليم دي امن قومي. الثقافة بتاع أقاليم مصر في القرى والريف والمحافظات بعيدا عن القاهرة وأضواء القاهرة، ده أمن قومي. أنت بتفتح عقول البشر في المحافظات دي، بتقول لهم إن أنت ممكن تمارس الحالة الفنية، أنت ممكن تمارس فن، ممكن لو أنت شاعر ننميك، ممكن لو أنت مغني ندربك، ممكن لو أنت موسيقي نشد من أزرك وتبقى محترف. المواهب بنعتمد على الثقافة، عندنا بتعتمد على المواهب. الموهوب وبيستمر بيبقى معروف، الموهوب بيستمر وبيكمل، اللي مش موهوب بيختصر طريقه وبيمشي. طيب خلينا النهاردة نبص الحالة عامة جدا، وللأسف الشديد ان انا بقول الكلام ده. هو ايه السبب ان الدراما المصرية بتتراجع والسيد رئيس الجمهورية بذات نفسه يقف على الموضوع ده ويقول لابد من مراجعة الأعمال الدرامية اللي بتتقدم في التلفزيون؟ ليه؟ حدش سأل نفسه ليه؟ والله كلنا كناس نعتبر نفسنا فنانين سألنا نفسنا ليه، وعارفين ان المستوى الدرامي اللي بيتقدم لا شبه الواقع ولا بيضيف للأسرة المصرية حاجة.
ففي انهيار من الممثلين. ما اقصدش طبعا مع احترامي الكامل للممثلين، مفيش حد يعني مثلا من 20 سنه الاستاذ احمد عبد العزيز اللي هم من دلوقتي ماسكينه اوقات بيقعدوا يتريقوا على حاجات هو كان بيعملها، كان بيضيف للاسره المصريه. طبعا بيضيف دراميا للاسره المصريه، بيعلمك الشهامه والجدعنه وحاجة. طبعا في ممثلين كويسين بيعملوا كده دلوقتي، لكن بقوا قل. وما بقاش في دور، بقى الرقص والمسخره والعصابات والحاجات دي بقت منتشره، والمجرم اللي بيقدر يضحك على الحكومه وبيقدر يعمل، والحته كلها بتحبه مع انه مجرم. طب تيجي نتكلم مع بعض بشكل مفتوح اكتر وبدون خجل بقى هو مش خجل، بس عشان ما الاسماء ما اقولش اصل فلان عمل وفلان سوى. قطاع الانتاج في مصر تراجع عن دوره يا استاذ. يعني ايه تراجع عن دوره؟ قطاع الانتاج في مصر كان بيقدم فوازير رمضان وما بقاش يقدم. قطاع الانتاج في مصر كان بيقدم القضاء في الاسلام، ما بقاش بيقدم. كان بيقدم عمو فؤاد، ما بقاش بيقدم. كان بيقدم صفاء ابو السعود، ما بقاش بيقدم. حتى تربية الاطفال بالفن كان ده موجود. راجع تاريخك وراجع كان بيعمل ايه عبد المنعم مدبولي، كان بيعمل ايه فؤاد المهندس، كان بيعمل ايه صفاء، كان بتعمل ايه صفاء ابو السعود، كانوا بيعملوا ايه العظام دول. هم دول الفنانين. هل الفنانين دول كانوا خريجين اكاديمية الفنون؟ هل العظام دول كانوا خريجين المعهد العالي للسينما؟ ابدا. عبد الفتاح الاسري، زناد صدقي، الناس دي كانوا ما بيقروش ويكتبوا، انما كانوا فنانين ممتعين، عندهم فن التلقائيه، عندهم تلقائيه في فنهم. واخد بال حضرتك؟ كانت الدراما المصريه متسيده على مستوى الوطن العربي. كان كل الوطن العربي بيتفرج على الدراما المصريه بس، وكانوا بينتظروا المسلسلات المصريه، كانوا بينتظروا حفلات ام كلثوم زيهم زينا، كانوا بيسمعوا عبد الحليم حافظ. النهارده احنا فين؟ احنا فين النهارده؟ وفي انا اسف دول بدات بعدنا بكتير وتقدمت علينا. ليه تقدمت علينا؟ ليه؟ لان اصبح الفن زيه زي الطب، زي الشرطة، زي يورث. ابن الفنان فنان غصب عنك، بيعرف يمثل ما بيعرفش يمثل هيمثل. وشفنا نماذج كتير، واعتقد انا ما بتهمش حد، انما احنا جميعا شفنا. والفن مش كده. بس انا ممكن اقول حاجه يا استاذ؟ اتفضل. بجد حاجه عن نظرتي انا. يعني انا مثلا في جيلي في ابناء فنانين، طبعا مش فاكرهم كلهم، في ابناء فنانين معينين كده موهبه كبيره طبعا. يعني طالعين بيعملوا حاجات. ما هو واخد من ابوه بالظبط، جينات. انا بحس انها جينات او خبره، او الراجل يعني في مواهب حلوه قوي، او واخد من والدته. انما مش كلهم. ايوه. في ناس اتفرضت علينا زي الدواء. ماشي. طب سؤال، الغضب ولا الحزن في الحاله اللي انت كنت بتتكلم فيها، غضب ولا حزن، ايهما اقرب ليك دلوقتي؟ والله انا حزين مش غضبان. وان كنت حزين فانا مش حزين على نفسي، انا حزين على حال كامل. يعني لك ان تتخيل يا صديقي ان احنا في اقاليم مصر مظلومين جدا. وعلى فكرة انا اقول كلام شرف طبعا انه يتذاع معاك في قناتك، انما نفسي كمان يوصل للقنوات الفضائية والناس تتكلم فيه. انا حزين على حالة كاملة، حال مصر. يعني ايه يبقى ان هناك من يسيطر على صناعة السينما المصرية ويكون رائد مرحلة ملوش علاقة بالسينما، تجارة فقط لا غير. عايز السينما توصل لفين؟ انت عايز السينما توصل لفين؟ مش عايز اقول اسماء بعينها، انما يا استاذي الفاضل الفنان الحقيقي زي الفنان محمد صبحي استاذنا الكبير، صاحب رسالة مجتمعية، رجل يؤدي دوره المجتمعي من خلال صفته كفنان، من خلال موهبته اللي ربنا كرمه بيها عشان يكون مؤثر في جمهوره ومؤثر في الناس. ده محمد صبحي بيوجه جمهوره رايح فين، بيوجه عقلية جمهوره لفين. انما في اعمال درامية بتتقدم بنجوم الرسالة الاخيرة ان البلطجي وقتال القتلة وتاجر المخدرات الجمهور يعيط معاه، يبكي معاه،
وهو بيموت. ليه؟ ده ما كان الرساله المجتمعيه ما قالتش ده. قالت ازاي يبقى الفن اللي انا بقدمه مؤثر في المجتمع بشكل ايجابي. بشكل ايجابي ازاي؟ يعني على سبيل المثال كان فريد شوقي ومحمود المليجي واللي احنا اتربينا عليهم وتوفيق الدقن، اما بيقدم الشر بيقدمه ازاي؟ الناس بتضحك مع توفيق الدقن بس عارفه انه وحش، انا مش هبقى كده. انما انت دفعت شباب في مرحله ما من تاريخ مصر انهم يبقوا مجرمين علشان يكونوا ابطال. هي دي رسالتك؟ دي رساله الفن. اصبحت دي رساله الفن في مصر، ان انا ادفع جيل كامل نحو البلطجه والعربده والجنس وتجاره المخدرات علشان بطل الفيلم كده ولازم الناس تحبه. هي دي حاجه اصلا على مستوى العالم ومن زمان. لا دي دراما هادمه. ده بيحصل في العالم كله. حلو. بيحصل ازاي؟ انا بقدم المضمون ايه؟ ما انا بقول لك ما توصلنيش انك تقتر عواطفي. بيتقدم في العالم كله، انا معاك، بس انت بتقدمه ازاي؟ انت بتقدمه انك تخلي جمهورك يتعاطف مع بطلك المجرم السافل. دي رسالة مجتمعية. ما يتعاطف. انت عمرك اتعاطفت مع محمود المليجي وهو قايم بدور شرير؟ تعاطفت عيطت معاه؟ هي صناعة الدراما. انت بتصنع الدراما وبتوجهها لفين؟ على فكرة دي صناعة. انت بتوجه المجتمع زي ما انت عايز توجهه. بايه؟ بصناعتك للدراما. بتربي اخلاق جيل. هل بتربي اخلاق جيل ان يقلدوك لانك بطل وبطل شعبي بقى والناس فرحانة بيك وبتشيلك على الكتاف؟ انت بتربي جيل على البلطجه وعلى تجاره المخدرات. ما هو رخر النهارده بقى الترند مين؟ ماشي. خلينا بقى فيك. مش هنتكلم في الترندات. ما خلينا فيك انت بقى. خليني فيك. احنا اتكلمنا عن المسرح عشان نتكلم عن حضرتك. للاسف ما هو اللي زي ورا خالص. اللي زي لان المتصدر الصوره الذوق العام لشعب مصر بقى رايح فين يا استاذي الفاضل. ما تاخدش كلامي ان انا بهاجم حد. انا ما بقولش اسماء وما بهاجمش حد، بس نتكلم بصراحه. يعني لما يبقى الذوق العام في مصر اللي كان سيده الغناء العربي من مصر، اللي كان ورده الجزائريه لما تبقى عايزه العالم كله يعرفها فتيجي مصر، لما يبقى غيرها كتير كتير كتير، ولحد دلوقتي اللي عايز يمثل بيجي مصر. ليه نركن ليه؟ انما المحتوى لا. سوريا قعدت فتره سابقاك تاريخيا لحد دلوقتي. تاريخيا المسلسلات تاريخيه سوريا لحد دلوقتي. طب وتركيا؟ تركيا عملاقه دلوقتي في الدراما. عملاقه. احنا بقى رحنا فين؟ هنيجي ان شاء الله. لحد ما مات اسامه انور عكاشه رحمه الله عليه. ما هي الدراما التركيه لما تتفرج عليها هتبص تلاقي عندك ليالي الحلميه. اتفرج على ليالي الحلميه، اتفرج على القصص الشعبيه بتاعتك. انت عندك مخزون تاريخي يصلح منه دراما عظيمه. عندك مخزون ثقافي. شعب مصر ثقافات متنوعه كبيره جدا تصلح. اخلق كتاب عندهم نضج فني، ما بيكتبوش لبني ادم. النهارده في كتاب بس الكاتب، انا اسف، بيكتب، مش هقول اسماء، بيكتب لمحمود عبد المعطي. لا انا قصدي ان في كتاب وبيكتبوا مسلسلات قويه جدا لكن المنتج مش عايز ده. وفي ممثلين شطار جدا انما مش قادرين يثبتوا وجودهم. ليه؟ لانهم ما عندهمش اللي يقدموه في سبيل ده. شوف انا مش هقول على نفسي ان انا ممثل لكن عندي نظره في الممثلين. انا عايز اقول لك ان انا بقالي سنين كل ما ادخل فيلم سينما مصري اتضايق، اخرج متضايق، لدرجه ان في فنانين كبار جدا انا بحبهم قوي، حافظ افلامهم، حفظ مش موضوع ان انا بتفرج بس، حافظ افلامهم. دخلت لهم افلام الفتره الاخيره، ازاي بتعملوا؟ ازاي رضيت
هو ممكن يكون فيلم حقق فلوس، بس معلش 40 مليون جنيه دلوقتي ولا 100 مليون جنيه دلوقتي تساوي كام من 10 ل 15 سنه؟ يا استاذي، ما المغني اللي ما بيعرفش يغني ما هو ترند وبيحقق فلوس وبيحقق مش عارف ايه اللي وصلنا للمستوى ده؟ يعني ايه ترند؟ يعني ايه ترند؟ شائع او متداول حاجه كده. اللي بيحقق اكبر نسبة اهتمام عشان يحقق مشاهدات، مش كده؟ هو ينفع يكون في مصر يبقى موجود المطرب فلان والمطرب فلان، استاذ زجبار طبعا، مش عايز اقول اسماء، لا نقول اسماء بقى هنا، نقول علي الحجار ونقول محمد منير ونقول انغام ونقول استاذ محمد منير لحد دلوقتي بيحقق ارقام، واستاذ انغام لحد دلوقتي بتحقق ارقام. ده غصب عن الكل، لان جمهورهم مش بس في مصر على فكره، ودول فرضوا نفسهم من زمان، من قبل ما هوجة الترند تطلع هم موجودين وهيعيشوا. طب ايه رأي حضرتك ان في اسماء اخرى وملهاش اي قيمة ممكن تحقق اكتر من انغام؟ وارد. الذوق العام بتاع الشباب واللي اصغر خلاص متوافق مع ده، بس الاصغر ان الفنان محمد منير الكينج طبعا لا لونه مختلف ودايما بيقدم جديد. يعني انا دلوقتي مش عايز اهاجم فنانين اللي حضرتك ممكن تتكلم عنه، ايه الجديد اللي هم يعني استاذ ايهاب توفيق لحد دلوقتي ممكن ينزل اغنيه تكسر الدنيا، وهو من الجيل اللي قبل جيلي يعني، تمام، وانا عيل صغير، بس هو بيجدد نفسه. انا نفسي يبقى في مناخ فني مناسب، اصحاب المواهب الحقيقيه تاخد فرص بس، انما لما تلاقي كل السكك مقطوعه عن انك تطلع موهوب حقيقي، كل السكك مسدوده. يا استاذي الفاضل، انا ممكن اروح اعمل اوديشن وبعد المقابله تمثل يا استاذ، امثل. انا اصلا بمثل على نفسي، يعني انا ببقى قاعد في بيتي بمثل على نفسي، قاعد في مكتبي بمثل على نفسي. هتمثل يا استاذ؟ قول يا استاذ. اقول الله، ايه ده رائع يا استاذ، انت بتفكرني بمش عارف مين ومين. يا استاذ انت معانا. بتفرج على المسلسل بس، انا بتفرج بس على المسلسل. ليه؟ مهاراتك اعلى من اللي احنا محتاجينه. لا ابدا، يا ريت يتقال لك الكلام ده. انما في ابن خالة وابن عم وقريب وصاحب طب والفن فين؟ الفن على فكرة اللي يدخل فيه المجاملات عدم بيعدمه، المجاملة في الفن تعدمه. ولازم يبقى فيه دور للدولة في ده، لازم يبقى فيه دور للدولة في ده، لازم الدولة تتدخل، لازم يبقى فيه دور لوزارة الثقافة، لأنهم عندهم فنانين بجد على فكرة، عندهم مطربين بجد قوي، عندهم في أقل. بص للكورة، تعال ناخد الكورة مقياس. أغلب اللعيبة اللي بيثبتوا وجودهم في المنتخب، اللي جاي من المنصوره واللي جاي من الفيوم واللي جاي من الاسماعيليه واللي جاي، يعني احنا ما عندنا من الفيوم هنا سيد عبد الحفيظ كان من الفيوم، سيد بيسا اخونا وحبيبنا ما هو من الفيوم، ناس كتير، واخد بالك؟ قيس على الكوره، لما تحب تلاقي لعيب كويس هتلاقيه جاي من محافظه، مش كده؟ طيب لو انت عايز تعمل فن صح، اعمل مشروع للدولة وعندك وزارات تقدر تعاونك في ده، الاعلام، الثقافة تقدر تعاونك في ده، انك تجمع. انزل بقى، سيب بقى الانتاج الخاص يجيب النجوم اللي هو عايزها، وانزل انت كدولة نقي من اقاليمك الممثلين الشاطرين قوي ووجههم على قطاع الانتاج يشتغلوا ويقدموا لك بمخرج شاطر جدا. تصدق انا فعلا بقالي فتره ما شفتش، انا طبعا بقالي فتره ما بتفرجش على مسلسلات، ما استطعمهاش يعني للاسف، في حاجات قليله جدا بحبها، بس بقالي فتره ما شفتش حاجه انتاج الدوله، فعلا بقالي فتره طويله ما شفتش حاجه. القناه الاولى مثلا او الهيئه المصريه تقدم، او ما شفتش. انا فاكر انها كلها شركات انا عارفها معينه، بتعمل اعمال كتير حلوه وبتعمل اعمال كتير بقى ملهاش طعم، بس انا ما اعرفش سبحان الله بقعد اقول هم ليه عملوا المسلسل. اعظم الاعمال اللي كانت بتتقدم التلفزيونيه كانت انتاج قطاع الانتاج. قطاع الانتاج التلفزيوني بالظبط المصري ده كان بيعملوا مسلسلات قويه جدا جدا. انا بقالي فتره ما شفتش ده، يعني ما اعرفش، واضح ان هم يعني قننوا نفسهم شويه او قللوا دورهم، لقوا ان الانتاج بقى ضخم، الله اعلم، ما اعرفش ايه السبب.
لكن خلينا فيك، انا جاي لك انت بما ان انت بقالك 35 سنه في المسرح وبصور الثقافه، المسرح علمك ايه؟ علمني الفرق ما بين الممثل والنصاب. علمني الفرق ما بين حرفة التشخيص والنصب. شائع دايما يقول لك ايه على النصاب؟ ده مثل عليا، ده الشائع. فيبقى الممثل نصاب. ايه الفرق ما بين الممثل والنصاب؟ والسؤال للجمهور وليك وللدنيا كلها. الممثل هو شخص بينتحل شخصيه او بيغير شخصيته باتفاق ما بينه وبين الجمهور، ان هو الجمهور عارف انه بيكذب وهو بيكذب، لكن الجمهور مصدقه وهو دي مصدق الصعوبة نفسه. اللي فيها. النصاب عنده نفس الحرفة، يقنعك ان هو احمد بيه صاحب الشركات، يقنعك جدا وتقتنع. انا رجل اعمال، وهو ما معوش 10 جنيه في جيبه علشان ياخد اللي في جيبك، ويقنعك بده. وعندي مشروع ويجهز ورقه، وهو نفسه بيبقى مصدق نفسه. علشان يقدر يقنعك لازم يصدق نفسه الاول، لازم يبقى هو مصدق حالته اللي هو بيكلمك بيها. نفس الموضوع الممثل لازم يبقى مصدق نفسه. يا جماعة مهنة التمثيل مش سهلة، أو فن التشخيص مش سهل. واسألوا أساتذتنا الكبار، فن التشخيص مش سهل. إزاي تتحول من شخصك إلى آخر؟ إزاي تبقى أنت اللي قاعد معايا دلوقتي الأستاذ أحمد الراجل الأنيق الجميل ده، طب أشوفك في دور شحات، أشوفك في دور مجنون، أشوفك. الموضوع مش سهل. الموضوع أنا بخرج من ذاتي إلى ذات أخرى، من شخصيتي إلى شخصية تانية خالص، وبروح لها بحواسي وبانفعالاتها هي. أنا بروح بحواسي اللي أنا حسيته من خلالها. إحساسي، بنقل إحساسي أنا للشخصية اللي هعملها. الشخصية اللي هعملها دي إيه؟ نصاب، أنا نصاب. شحات، وراجل غلبان على باب الله. يا عم انت هتضربني ولا ايه؟ انا السيد رئيس مجلس الاداره، ده موضوع تاني. الشخصيه متطلباتها ايه؟ ضابط الشرطه غير العسكري، غير امين الشرطه، غير رئيس الجمعيه، غير كل شخصيه بتختلف عن التانيه، لها مواصفات خاصه. المواصفات دي بتدرس من خلال الشخصيه، من الدراما اللي مكتوبه اللي انت بتقراها. انت بتقرا دورك ازاي؟ شفت الشخصيه ازاي؟ تخيلتها ازاي؟ يا جماعه التمثيل مش قراءه نص، مش ان انا بقول نص بطبقه صوت وخلاص. لا، انا شخصيه بقدم الفلاح، ببقى فلاح. ليا تجربة في مسلسل الزوجة التانية، كنت عامل غفير كامل، غفير غبي. محدش عرفني في الفيوم عموما الا لما اللي قرايبي اللي هم حافظين شكلي قوي. انما الناس اللي عارفة وشي ما كانتش عارفة ان ده انا، مش انا. هو ده يعني، انا شايف ان ده هو ده التمثيل، هو ده فن التشخيص. في اتفاق ضمني بقى، نرجع تاني لموضوع النصاب والممثل. في اتفاق ضمني ما بين الممثل وما بين جمهوره، ان انا محمود عبد المعطي هعمل دور الناصر صلاح الدين. فبدرس الناصر صلاح الدين، بدرس شخصيته، انفعالاته، بتخيله لابس ايه، شكله ايه، ممكن يمشي ازاي، يتحرك ازاي، طب لو بياكل ازاي، بيشرب ازاي، علاقته بكل اللي حواليه ايه العلاقة، ايه العلاقة هنا، مشاعره بالنسبة للشخصيات. الشخصية الفلانية بيتعامل معاها ازاي، هو اللي بيتعامل معاها ناصر صلاح الدين، الشخصية اللي انا هروح لها. وفي ناس احساسها عالي برضه يا استاذ، في ناس لما بتمثل بتدخل في الشخصيه جدا، بتندمج فيها، وفي ناس لا، بتفضل واقفه على عتبه الشخصيه. في ناس ممثلين كبار بيتاثروا بالشخصيه وبتاثر على حياتهم الخاصه او حياتهم الشخصيه، وفي ناس تانية لا، بيعرف يفصل ما بين حياته الشخصيه وما بين دوره في المسلسل. يعني انا شفت ممثلين كبار جدا قالوا انا بتعب، بتاثر نفسيا من الحاله يعني انا مره كنت باخد ورشه تمثيل وكان فيها جزء السايكو دراما ده،
وكان المدرب بتاعنا شكرا ليك على المرحله دي، كان مديني حاله كده عايشها، شخصيه مريضه وعندها حاجه كده نفسيه. اسبوع بدرس الشخصيه، انا في الاسبوع ده كنت مكتئب. فانا واضح ان انا شكلي من الناس اللي بتتاثر وبتعيش الحاله جدا. في مسرحية طقوس الإشارات والتحولات اللي دخلنا بيها المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة ال 12، دورة الفنان كرم مطاوع رحمة الله عليه. وطبعا مش محتاج أتكلم عن المهرجان القومي للمسرح يعني. كنت بعمل دور المفتي في عرض طقوس الإشارات والتحولات. أنا قعدت فترة طويلة جدا مش قادر أسيب السبحة من إيدي. يعني لدرجة إن أنا كنت بعمل معايشة مع السبحة. بمعنى إيه؟ أهم إكسسوار للممثل في شخصية مفتي إيه؟ الزي الرسمي. هو مفتي الجمهورية، الزي الرسمي سبحته بتاع ربنا بقى، اللي هو طول بيذكر بيها طول ما هو قاعد، هي دي شخصيته. السبحة تبقى جزء منه، أصبحت جزء من الشخصية. السبحة دي جزء من الشخصية، مش مجرد اكسسوار، دي جزء من الشخصية. أنا كنت ببقى قاعد في بيتي وأنا باكل، أحط السبحة أعلقها وأشمر وأقعد وآكل زي ما الشيوخ بياكلوا. في نوعين من الشيوخ هما بياكلوا. في الشيخ ناهم بيبقى مفتوح قوي على الاكل، كانه هو بيعرف انت بيحارب كل المحرمات التانية، فدي شهوه حلال وبيطلع غله فيها. وفي ناس تانية بتبقى وقوره كده وبتبقى عندها نوع من اللي هو الخشوع، او عارف انت، فبياكل على اللقيمات زي ما السنه بتقول. هنا هنتكلم عن دراسة الشخصية. طب الشخصية المفتي دي تاكل ازاي؟ شوف بقى، انا يعني خدت من كلامك، رحنا اللي انا كنت بتكلم فيه من شوية. المفتي ده ياكل ازاي؟ هي المفتي شخصيته ده. طيب تعال نحلل الشخصية. هذا المفتي رجل سلطة، يعشق السلطة، وعنده استعداد انه يختلق جرائم من اجل نمو سلطته. طب ده هياكل ازاي؟ هو ده. من خلال تحليلك للشخصية تقدر هو ما بياكلش على المسرح، بس انا كنت باكل بطريقته علشان اتعايش معاه. انا عايشه، انا موجود، هو موجود عندي، انا بكبره جوايا. انا ولدت الشخصيه، وجدت الشخصيه جوايا، قدرت اتخيلها، ببتدي اغذيها وانميها واكبرها معايا. كنت بتوضى في بيتي وانا حاطط السبحه معلقه زي الشيوخ ما بيعملوا، واشد الكلسون كده. كنت طبعا في ايام شتاء كنت اشد الكلسون واشمر وادخل اتوضى زي ما بيعملوا. انا بتصرف تصرفاته. ايوه، انت عشت الحاله. خروجك من الحاله كان عامل ازاي بقى؟ خروجي من الحاله، هناك نسبه وعي ايا كان. لابد ايا كان الاندماج داخل الشخصيه، لابد ان يكون عندك نسبة وعي. ليه نسبة الوعي؟ في آراء اختلفت كتير حوالين الموضوع ده. هل في شيء اسمه تقمص الممثل او ما فيش؟ الممثل بيتقمص تقمص كامل، يعني الممثل ممكن يقتل على خشبة المسرح او يقتل في مشهد تلفزيوني او ما يقتلش. الفرق ما بين الممثل والشخص اللي بيتقمص لدرجة الأذى ممكن يبقى ده مريض. الشخص الواعي هنا يكمن، هي دي نسبة الوعي اللي احنا عايزينها. احنا الشخصية، انا بمثل الشخصية دي، بندفع عليك، بتقدم اليك كأني هقتلك فعلا، مغتاظ جدا، الغضب مالي عينيا، وفجأة انا بطعم بالسكينة، بقف لحد حد معين ما اقدرش اتخطاه. دي الوعي، دي نسبة الوعي. انما انا مركز جدا واخد الحالة الى قبل النهاية، دي نسبة الوعي. اللي نسبة الوعي دي بتخليني بعد كده يتم عندي موضوع الاستفاقة من الشخصية اللي انا اخرج منها. رحلة الفنان صعب، مفيش رحلة الفنان سهل. فالرحلة لما كان 35 سنة أكيد فيها لحظات سقوط كتير. بس سؤالي الأهم بقى، لحظة ما استلمت جايزة على مستوى الدولة، حسيت إن باب الحظ فتح لك أخيرا والدنيا هتضحك، وبعد كده لقيت الدنيا وقفت. طبعا انكسار ولا عادي نطبق وهنكمل؟ لأن كان في تشجيع كبير جدا. حصولك على جايزة في المهرجان القومي هتؤهلك لعضوية نقابة المهن التمثيلية، هتبقى من هنا انت بدأت مشوارك صح. واكتشف ان ده كلام فاضي.
برضه مش هتعترف بيك. النقابه مش هتعترف بيك. يعني معنى ان نقابه المهن التمثيليه ما تعترفش بيا او بامثالي من الممثلين اللي ياخدوا جوائز قوميه او جوائز دوليه، واخد بالك، انها ما بتعترفش بوزارتك. بس هل ده بسبب ان الجهات الانتاجيه وحشه، او ان مثلا مفيش سبل، برغم ان في برضه شباب وممثلين مسرحيين ظهروا ولمعوا بقوا نجوم كبار، من ضمنهم ناس حضرتك ليه اصدقاء ليك، تمام؟ فهي ممكن تكون حظوظ، تمام؟ حظوظ ولا صبر ولا التزام ولا مرونه في التعامل مع الناس. السؤال بقى سؤال يعني هو وحش شويتين، بلاش. لا مش وحش يعني، بس يعني نفسيا كده صعب شويه. كما تمد. حاسس ان العمر جري. حصل. طب هزعل ليه؟ هزعل ليه وانا قادر انام واحلم واشوف الكون الوان واللون اكوان، واغني كمان على العزف كمان، وتزور احلامي عروسة الجان اخطفها من القصر الملعون. عايش مجنون، عاشق مفتون، انا كنت هكون ايه غير فنان؟ انا عايز بس اعيش انسان. انت انسان حقيقي، انت والله العظيم انسان حقيقي. اخر رسالة ممكن نوجهها ان الرجل كلمة والانسان كلمة. الكلمة تصنع المعجزات. احب اشكر صديقي احمد مجدي على الحلقة اللطيفة والدعوة الكريمة دي، وصديقي المعد طبعا خلف الكاميرا الاستاذ نور. ما تحرمش منكم ابدا. واخر رسالة انسانية ممكن نوجهها ان احنا نقول لعبد الرحمن الشرقاوي: ما معنى الكلمة؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية قعدتنا. أتمنى إن انتوا تكونوا استمتعتوا زي ما أنا استمتعت. أشوفكم الحلقة الجاية من قعدة عرب. أحمد مجدي، مع السلامة.